السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي في الله. والله حبيت نشارك معكم واحد الوصفة بسيطة جدا. أه واحد من أصدقائي اتصل بي صباحا على الوالد تاعو، اللي عنده مشكل تاع ضيق في التنفس. وهذا الضيق تاع التنفس والسعلة حكموا من دخوله إلى الحمام، يعني ضربوه هو. عطيت له وصفة بسيطة حبيت نشارككم، يعني ولا نتشاركوا فيها بإذن الله عز وجل لكي تعم الفائدة، وربما هذا صديقي راه يشوف فينا في هذا التسجيل إن شاء الله. وصفة بسيطة جدا، جيدة للسعال وجيدة يعني لضيق التنفس، وأيضا تفتح القصبات الهوائية، ويعني غير ضارة لأصحاب ضغط الدم المرتفع، لأن جل التركيبات التي تعطى هذه الأيام هي تركيبات يعني فيها أعشاب حارة، ولا تكون أكثر من 3 أو 4 أنواع أعشاب تكون حارة، وبذلك ترفع ضغط الدم. مثلا مثل عرق السوس، مثلا مثل لأنه فيه مادة الكورتيزون، مثل الزنجبيل إلى غير ذلك. يعني إذا وضعنا هذه الأعشاب يعني نتحفظ، يعني نعرف كيفاش نحط المقادير فقط. بارك الله فيكم. المهم الوصفة هذه كيفاش نديرو؟ نحكموا يعني 3 حبات بصل أحمر أو حبتان يكونوا شوية كبار، نعصرهم حتى نتحصلوا على نصف كأس تاع ماء البصل الأحمر، ثم نفس المقدار من ماء البصل نحطوه عسل طبيعي، حبذا ولو يكون عسل جبلي طبيعي 100%. نأخذ أيضا فنجان من يعني عيلك الصنوبر المطحون. بعدها نضع فنجال نفس مقدار يعني عيلك الصنوبر، فنجال صغير من زيت الزيتون البكر أو الطبيعي، يعني يكون زيت زيتون طبيعي، ونأتي به من مصادر يعني موثوقة. أيضا نضع ملعقة صغيرة من حب الرشاد، ملعقة صغيرة من القسط الهندي، وملعقة صغيرة من الزنجبيل. تخلط المكونات جيدا، ثم نأخذ ملعقة صباحا، ملعقة وسط النهار، وملعقة عند النوم. إذا هذا الإنسان الذي يستخدم هذه الوصفة يعني له أمراض أخرى ويستخدم أدوية يعني حديثة أو أدوية عصرية أو مكملات غذائية، يعني يبعد شوية بساعة أو ساعتين باش الوصفة هذه تعطي له نتيجة. وبهذا القدر إخوتي نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. المهم انشروا التسجيل هذا لكي تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.